هي عاصمة جمهورية مصر العربية ايه؟ صح، برافو عليكم، القاهرة. ومن هنا القاهرة هنبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. نهضة القاهرة شاهد عيانة على حقب تاريخية مختلفة على مر العصور، وأصبحت متحف مفتوح بيضم آثار فرعونية ويونانية ورومانية وكمان قبطية. عود تاريخ مدينة القاهرة إلى إنشاء مدينة أولي الفرعونية اللي اتنشأ فيها أول جامعة عرفها العالم والبشرية على مر العصور. بيمر عليها التاريخ والحضارات المختلفة من هليوبلس للفتح الإسلامي للفسطاط لنوصل للقاهرة المعزية. أما بقى بالنسبة لتسمية القاهرة باسم القاهرة فعندي أقاويل كتيرة بترجع ليها. أول حاجة لأن القاهرة دائما تقهر الأعداء. الأقاويل التانية اللي بتقول سبب تسمية القاهرة بهذا الاسم إن جوهر الصقلي سنة 969 لما قرر يبني القاهرة وهو بيبنيها شاف النجم القاهر اللي هو كوكب المريخ، فتفائل بيه جدا وقرر ساعتها إن هو يسميها القاهرة. في أقاويل تانية بتقول مش إن جوهر الصقلي هو اللي سمى القاهرة باسم القاهرة، لا، إن جوهر الصقلي كان في بداية الأمر بنسميها المنصورية تيمنا بالمنصور بالله والد المعز بدين الله، وكمان على اسم مدينة المنصورية اللي أنشأها خارج مدينة القيروان. واللي المعز بدين الله لما جه القاهرة بعد 4 سنين من تأسيسها تفائل بها خير إن هي ممكن تقهر الدولة العباسية، فقرر يغير اسمها من المنصورية إلى القاهرة. اسم القاهرة هو مش الاسم الوحيد اللي تم إطلاقه على مدينة القاهرة، اطلقت بعد كده عدة أسامي تانية زي مصر المحروسة، قاهرة المعز، مدينة الألف مأذنة، وجوهرة الشرق. وسواء كان جوهر الصقلي هو السبب في تسمية القاهرة باسمها ده أو لأ، بس احنا ما نقدرش ننكر إن جوهر الصقلي لما بنى القاهرة بأبوابها وأسوارها بنى قطعة فريدة متميزة ليها طابع خاص مش موجود في أي حتة تانية. طبعا جمال القاهرة وسحرها الخلاب بيأكد إن اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. استنوا الفيديو الجاي وأنا هحكي لكم الحكاية.